أثناء سعي الإنسان باتجاه رفع يقينه بالله ومن ثم تحقيق أهدافه وحصوله على دعواته راح يمر على مرحلة إجبارية اسمها مرحلة التطهير. هذه المرحلة هي مرحلة يطهر الله فيها قلبك من كل الأمور والشوائب والتصديقات اللي أنت صدقتها وكانت مخالفة للحقائق الإلهية، فربي بحكمته وبمغفرته سيطهر لك هذا القلب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالتطهير هنا هو التطهير القلبي وليس التطهير أي تطهير آخر. هو الدليل أن ربي قال أنه هو يطهر القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهناك أناس الله سيطهر قلوبهم لما يطلبوا المغفرة الإلهية بصورة حقيقية وصادقة، وهناك أناس للأسف ليست من هذه الفئة. الآن يجب أن نعرف أن هذه المرحلة هي مرحلة تطهير قلبية، فبالتالي هناك بعض الألم ستشعر به مع طلب المغفرة الإلهية. يعني عندما تعترف بظلمك لنفسك وتطلب المغفرة الإلهية لإزاحة عنك هذا الظلم اللي أنت ظلمته لنفسك، ستمر في هذه المرحلة ليطهر ربي قلبك فيها من كل الشوائب نفس ما قلنا، لأن رب العالمين في هذه المرحلة يخرج قلبك من الظلمات إلى النور. طيب التطهير هي مرحلة مؤلمة ولكن ألمها أنت تستطيع أن تتحملها، كالجرح الذي يصيب جلد الإنسان. عندما يتطهر هذا الجلد يشعر بالألم الإنسان، ولكن هذا الألم هو الألم النافع الذي سينقلك إلى أن الجرح هذا يتشافى. وأيضا مرحلة التطهير هي مرحلة مؤلمة ولكن ألم نافع، لأن الآن ربي يزيح عنك كل الظلمات اللي كانت معبأة في قلبك ويخرجك من الظلمات إلى النور. طيب ما هي الفائدة المرجوة من معرفتك لهذه المعلومات؟ الفائدة الكبيرة أن أنت عندما تمر في هذه المرحلة الإجبارية نفس ما قلنا لن تقع في الفخ الشيطاني الذي سيوهمك بأن طريقك خاطئ، وأن كل ما تقوم به من عمل أو من جهد ومن سعي لن تحصد فيه على أي نتائج، وأهم النتائج هو حصولك على الرزق أو الدعوة اللي أنت دعيتها لرب العزة. الفائدة الثانية أنك أنت تعلم بوصولك لهذه المرحلة بأنك الآن فعلا في تقدم مستمر باتجاه ارتفاع يقينك ومن ثم للحصول على هذه الأرزاق والأهداف اللي أنت تسعى باتجاهها. الفائدة الثالثة والمهمة من وجهة نظري هو أنك أنت راح تميز ما بين مرحلة التطهير اللي احنا تكلمنا عنها وما بين مرحلة إعادة التوجيه اللي ربي الآن يعيد توجيهك من خلال الظروف والمواقف الصعبة اللي الآن تمر أنت عليها، ويوجهك بأن هناك طريق آخر ينتظرك بأنك أنت تسعى باتجاهها. وتعسر أو انغلاق الأبواب في هذا الطريق اللي أنت تسعى له يجب أن تعيد تركيزك وتوجيهك لطريق آخر رب العالمين يريد أن يريك إياه من خلال انغلاق الأبواب في الطريق اللي أنت تسعى له الآن. فأطلب الإرشاد من رب العالمين كي يوضح لك ويقوي بصيرتك ويوجهك أكثر إذا فعلا هذه الصعوبات هي إعادة توجيه حقيقية لك لأن هناك طريق آخر ينتظرك أم لا. دائما اطلب الإرشاد من رب العالمين لكي تعلم خبايا وحكمة رب العالمين في كل الظروف والمواقف اللي أنت تعيش فيها.